السلام عليكم حبيباتي، واش راكم يا الغاليات، واش راكم يا الزينات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وتكونوا على خير. اليوم حبيباتي جيتكم بوصفه بعده وصفات بعجينه واحده تقدري ديري بها شحال من حاجه. واش نقول لكم بدون عجن وبدون تعب وبدون اي حاجه. واش درنا مع بعضنا؟ درنا المسمن كما نقولوا الملوي، درنا المحجوبه وكذلك الشخشوخه. كما كتشوفوا تابعوا معايا الفيديو الاخير. وصفاتنا جزائريه 100%، يجي مورق، يجي ما شاء الله. واش نقول لكم، غير يعني تعجنيه غير 5 دقائق فقط. نمر مباشره للوصفه وطريقه التحضير. نحتاج هنا 3 كيلات تاع سميد، من الاحسن يكون نوعيه تكون جيده، يعني تكونوا 3 كيلات. ديري معاهم كيلة ولا نص تاع فرينه، يعني من الاحسن ديري ولو مليح زيدي ديري راح يكون مليح. وفي كل عجنه ديري حوالي ملعقه صغيره تاع ملح، وانتي على حساب العجينه اللي عندك وعلى حساب الملح كما ما يحبوا اهل العائله تاعك. هكذا تخلطي الفرينه والسميد تاعك والملح. هنا تقدري ديري كيس خميره الحلويات، راح يكون احسن واحسن. انا جيت حندير لقيتها خلاص لي. ومن بعد جيبي هنا الماء عادي من الحنفيه وقعدي عجني فيه مليح مليح. من بعد هنا جيبي العجينه تاعك ديريها في كيس بلاستيكي وحطيها في لاكوكوت كما راني وريتها لكم في الصوره هذه الصغيره هذه. ومن بعد ديريها في كاشي هكا جفنه ولا كما نقولوا حنا قصعه، وفرغي عليها ماء دافي وخليها حوالي ساعه الى نص ساعه، فهمتيني؟ ومن بعد هنا جيبي هنا الجفنه تاعك ونحي هذاك العجينه من الكيس. وشوفوا هنا العجينه كيفاه كانك عجنتيها، مع انه كما شفتوني راني لميتها فقط ودرتها في الساشي كما شفتوا يا البنات، بدون ما نعجن حتى حاجه. ودوك حنروح نعجنها من با 5 دقائق. اذا عندك العجانه ديريها دوره زوج وتكون العجينه تاعك مطاطيه سهله التحضير بدون تعب وبدون عناء. واش نقول لكم، ديروا بها شحال من حاجه ودوك تشوفوا بعينيكم الوصفات اللي حضرناهم مع بعضنا. شوفوا يا البنات، هنايا جبت الزيت، جبت هنا سنيوه دهنتها بالزيت وبديت نلوز فيهم بهذه الطريقه. اللي ما تعرفش يعني الطريقه هذه سهله بزاف للمبتدئات. تدهني يديك بالزيت وتقعدي ديريهم بهذا الشكل، ومن بعد غطيهم بكيس بلاستيكي خليهم يرتاحوا ونروح ونديروا المحجوبه. شكون يتحب المحجوبه تخلي لي تعليق. هنايا جبت البصل، درت الابيض والاحمر، يعني مش شرط انا هذه كانت عندي البصل الاحمر والابيض، ورحيت معاهم شويه فلفل احمر كان عندي حار كما كتشوفوا. وجيبوا الشحمه. احنا المحجوبه في الشرق لازم نديرها الشحمه، ومن الاحسن تكون جديده، يعني كي تاع الخروف هذه كي نجيبوها مباشره بعد ما تنشف شويه برك ديريها في المهراس ونذوبوها كامل ونخليوها في الثلاجه، يعني بلا ما تكون هذيك الشحمه هذيك القديمه. ديري الملح وديري الكزبر، هذه هي. اذا عندك الهريسه تقدري ديري، وديري الطماطم كما كتشوفي. ومن بعد هنا خلطي كلش مع بعضاه حتى يتخلطوا هذو المكونات كامل. ديري لهم هنا الطماطم تاع المجففه، حنا بنقولوا الطماطم تاع الجلود كما كتشوفوا. من بعد هنا جبت العجينه تاعي حليتها كامل بهذا الشكل، ومن بعد عمرتها كامل بالزيت وطويتها وحطيتهم على جنب. هذا المقطع يا البنات اللي ما صورت لكمش يعني سمحوا لي. ومن بعد ما خليتهم ارتاحوا وليت زدت حليتها المره الثانيه وحطيت العجينه فيها. شوفوا هنا درتهم كبار يا البنات، هكذا يجيوك قيس 2 خبزات احسن ما ديري كل مره بالوحده يجيو صغار. شوفوا كيما هكا، يعني كيما نقولوا ما تتعبيش بزاف. شتي كيفاه؟ يعني هكا دوك تحطيها طيب. شتو هذوك المربعات اللي راهم في هنا هذه عفوا راحت لي الهضره والله غير راحت لي الهضره. شفتوا كيفاه ورقتها، يعني كما قلت لكم حليتها ومن بعد درت لها الزيت كامل طويتها وحطيت هذوك المربعات يرتاحوا شوي. ومن بعد عاودت فتحتهم ودرت فيهم البصل وكل شيء، وليت غلقت عليهم وحطيتهم يطيبوا. يعني كي ديروهم بهذه الطريقه يا البنات والله يجوكم مورقين، يجيوكم هايلين، يجيو ما شاء الله. دوك تشوفوا بعينيكم. شوفوا هنا خليهم يطيبوا على نار متوسطه. هنا حبيت نوري لكم الاولى كي طابت راهي سخونه وكامل يقولوا يلا حطينا المحجوبه عطينا المحجوبه. قلت لهم صبروا نصور ولو وحده، حتى باش نصور لكم هكا عده شحال من وحده في صحن والله ما قعدوا. واش حنقول لكم، ها كل شيء قدامكم. شوفوا هنا كي حليتهم شوف كيفاهم مورقين الله الله، مع هذاك البصل هذيك الحشوه اللي درناها ما عندي ما نقول لكم فيها، جات حاره جات بنينه شهيتكم في الجنه. سمحوا لي سمحوا لي الموحمات غير ما تشوفوش غير خرجي منها
هكذا كيما راكم تشوفوا جات ما شاء الله، جات مقرمشه مورقه حاره ما عندي ما نقول. هذه هي وصفه المحجوبه. المروا هنا نروحو نديرو المسمن. شوفوا هنا كيفاه يجي حلي، يعني واش نقول لكم، ساهل ساهل ساهل. هنا كي تعودي تقلبي فيه يعني يديك يبانو شفاف. خلاص خلاص. هنايا بعد حطي وحده، بعد ما طيب لك شويه عاودي اقلبيها، زيدي حطي عليها الثانيه، كي تشوفيها نشفت زيدي اقلبي وزيدي حطي الثالثه ورايحه حتى نديري عده يعني قرصات فوق بعضهم حتى يعني يدك تقدر تتحمل. فهمتي؟ شوفي كيفاه بهذه الطريقة. هنايا بدات تنشف شوي بهذه الطريقة، يعني واش نقول لكم تستحق التجربة، سهل بزاف. وهذا ديروا به يعني مسمن تحبوا تاكلوه كيما هكا، ولا ديروه مثلا شخشوخة. الله الله، اذا حبيتوا تشوفوا الشخشوخة وتشوفوا ريجيمات وتشوفوا فيديوهات يعني بزاف، تقدروا تروحوا للقناة الثانية، يعني مليئة بالوصفات الاقتصادية والريجيمات. اللي حابة دير ريجيم راني دوكا راني برونشيت في الريجيم. اذا حبيتوا تشوفوا الشخشوخة كيف درتها بالتفصيل، تقدروا تروحوا تشوفوها في القناة الاولى.